عايزه كحل ما يسيحش ومناسب للعيون الحساسه، يبقى انت في المكان الصح. الكحل ده انا بستخدمه بقالي 3 سنين، ما اقدرش استغنى عنه. هو عامل زي الجل كده، من كتر ما هو تقيل انا باخد مثلا حته في الفرشه كده زي ما انتم شايفين، وبمسحها كمان في الغطا. يعني انا باخد الممسوح. بصوا ركزوا، طبعا انا مش قدامي مرايه، فانا باصه في الموبايل والاضاءه ضاربه في عيني جدا، فانا مش شايفه اي حاجه خالص، انا بلوش كده. يعني انا بحطه ومش عارفه بصراحه انا كده بحط صح ولا غلط. قلت هخلص وبعدين ابص في المرايه بصوا، من حطه واحده انتوا متخيلين، من لمسه لمست بس الجل كده بايديا، الكحل فظيع يا جماعه. بصوا ركزوا كده، هعمل خط كده بيتعمل كمان بالايلاينر عادي، مفيش اي مشكله، بس انا للاسف مش شايفه، ومعايا مرايه صغيره كده باصه فيها، مش متمكنه قوي لاني مش قاعده في الاوضه بتاعه التصوير بتاعتي، فكمان بصور لكم بالكاميرا الاماميه. فعايزه اقول لكم ان بصوا الكحل خطير، هو جل كده، كحل جل مش قلم، يعني بيرسم بمنتهى السهوله، وطبعا فرشه ارفع من دي هتظبط الدنيا اكتر. بجد الكحل ده تحفه، وتقله وسواده فظيع، وانتي طبعا لو قدام المرايه هتبقي متمكنه اكتر بكتير مني. انا بوريكم بس السواد بتاعه من اول حط عامل ازاي، سواد فحمي رهيب. وطبعا عشان نثبته بنحط ايه، بودر كده من تحت عينينا. بس كده، باي باي.